السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من حلقاتنا. والنهارده ان شاء الله معانا معده للناس اللي بتحب بقى الشغل الفني الدقيق، الناس اللي بتحب ترسم على الخشب، على الازاز، على المعادن. اسمها ميني كرافت، طبعا مشهوره باسامي تانية، دريمل، الكلام ده كله. لكن المعده اللي معانا النهارده ان شاء الله هنعمل لها فتح للعلبه، هنشوف كل امكانياتها، هنتكلم عنها، هنشوف كل الاكسسوارات اللي جايه معاها. فلو انت اول مره بتشوفنا يا ريت تشترك معانا في القناه، بنتكلم في مواضيع كتيره جدا. ويلا بينا نبدا الحلقه بتاعتنا دلوقتي. طبعا ده شكل العلبه، طبعا هي بتبدا من 5000 لفه لحد 35000 لفه. فعشان كده بقول لكم خلي بالك لما تيجي تشتغل بيها لازم تلبس ال السيفتي، عشان يبقى ما تجيش على عينك حاجه، لان اثناء ما انت شغال ممكن بيتطاير اجزاء من الحاجه اللي انت شغالها. تعالوا بينا. ده الميني كرافت نفسه او المعده نفسها. تعالوا كده برضو ناخد فكره عنها عشان يبقى عندك معلومة عن كل شيء. تبدأ ان انت تمسك الجزء دوت وتوصله في المعدة نفسها. طبعا دي شوية اكسسوارات من اللي جاية معاها. تعالوا كده ناخد فكرة عن الاكسسوارات. ده طبعا صنفرة، بتشيل وتركب صنفرة خشنة، صنفرة ناعمة. دي برضو حاجة زي الفرش، طبعا دي فرشة سلك برضو للتلميع، من 5000 ل 35000 لفة. ده كده الخرطوم. تعالوا نجرب بقى، نشوف هنركب الجزئية دي ازاي تطويلة. هتبدأ تفك الراس ديت خالص، تفكها تشيلها تماما.